هو هل فعلا احمد حلمي كوميديان زي باقي ممثلين جيله الكوميديانات، ولا احمد حلمي عنده حاجة تانية غير الكوميديا ومش كوميديان؟ حلقة تستحق احمد حلمي. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الفنان المصري احمد حلمي. جاهزين؟ يلا بينا. بس قبل ما يلا بينا بقى، اعملوا لنا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يجيلكم كل جديد. طبعا كلمتين اللي بيتقالوا في كل القنوات دول، واعملوا لنا لايك للفيديو لان ده بيساعد الفيديو ان هو ينتشر. ونقدر نقول يلا بينا دلوقتي. طيب لو انت شايف احمد حلمي كوميديان، تعالى كده بص على مشهد لما قال لراضي في فيلم عسل اسود: انا اتمرمنت قوي يا راضي. أنا اتمرمنت أوي يا راضي. أنا اتمرمنت. أنا مش عارف إزاي هعيش كده. عادي، زي ما كل المصريين عايشين. راضي، ممكن تخليك بس جنبي وتساعدني لغاية ما أشوف أنا هعمل إيه؟ أوكي، أبوس صدرك. ده بيدل ان هو مش كوميديان بس، ان هو ممكن يقدم كمان تراجيديا. ومش بس كده، في نفس الفيلم برضو لما عمل مشهد تراجيدي صعب جدا من اشهر المشاهد في الفيلم ده، برضو بيدل ان احمد حلمي ممثل ينفع يمثل حاجة تراجيدية، مش بس ممثل كوميدي يطلع يضحكك بكام افيه ويقول نكتة في النص كده وخلاص. تعالى بقى نرجع لورا شوية مع بعضينا، لورا كده لحد مثلا سنة 1999 وفيلم عبود على الحدود. وعبود على الحدود ده بقى فيلم حلو جدا، والفيلم ده كان فيه كوميديانات كتير قوي، منهم بقى علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز واحمد حلمي. بس احمد حلمي بقى في الفيلم ده ما كانش ظاهر قوي، ما كانش فيه كوميديا في دوره، كان دور عادي كده اللي هو ماشي يعدي. في الصعق يا عمور. عارف يا سيدي ان احنا في الصعق، امال يعني في نادي التوفيق. انما بقى لما نروح مع بعض لسنة 2000 بعد الفيلم ده بسنة يعني، ونلاقي احمد حلمي في فيلم الناظر ودور عاطف، الدور اللي بيعتبر علامة وايقونة في السينما المصرية. يعني انت لو هتعمل كده مثلا لوحة للسينما المصرية لازم تحط دور عاطف ده وهو شايل القصب كده اهوت في اللوحة ديت. يعني ده لان الدور كوميدي جدا، واحمد حلمي قدر ان هو يصنع لنفسه شخصية مضحكة في الفيلم ده، شخصية الشخص اللي ماشي مع العايمة. ولحد دلوقتي في كوميكس بتتاخد على الشخصية ديت والناس بتتريق عليها وكده. يا حيوان يا متخلف، انت اطرش. وفيلم الناظر عموما بقى نجح في شباك التذاكر جدا، وخلى فيه اتنين من اهم الممثلين الكوميديانات اللي جايين بعد كده يخرجوا من الفيلم ده ويبقوا ابطال بعد كده، وهم احمد حلمي ومحمد سعد. طبعا شخصية الليمبي اتقدمت في الفيلم ده قبل ما تتعمل فيلم لوحده يعني، والفيلم ده كان وش السعد على محمد سعد، وش السعد على محمد سعد، وبالتأكيد وش السعد برضو على أحمد حلمي. ونرجع على أحمد حلمي تاني في سنة 2000 في نفس السنة دي، أحمد حلمي بيقدم فيلم ليه خلتني أحبك، والفيلم ده كان بطولة مشتركة مع كريم عبد العزيز ومنى زكي. الفيلم ده بقى كان نجاحه معقول، وأحمد حلمي في الفيلم ده كان نجاحه كويس جدا، وكان احمد حلمي بيلعب الجانب الكوميدي في الفيلم ده، عشان كده هو ظهر بشكل جيد جدا لان شكل احمد حلمي ساعتها كان كوميدي. ونروح لسنة 2001 وفيلم السلم والتعبان مع هاني سلامة وحلا شيحة، وهنا بقى بنلاقي ان احمد حلمي بيقدم دور مش كوميدي قوي، او نقدر نقول ان الدور ده ما كانش كوميدي خالص. وكمان دور احمد حلمي في الفيلم ده كان دور مهم جدا. وكمان فيلم السلم والتعبان حقق نجاح في السينمات، وده اللي خلى الجمهور يتعرف على احمد حلمي اكتر واكتر ويبقى مستني منه اعمال تانية. وعشان كده في نفس السنة بقى حلمي بيقدم فيلمين بيأهلوه ان هو ياخد بطولة مطلقة بعد كده في السينما وينطلق بقى ويبدأ مشوار. الفيلم الاول هو فيلم رحلة حب بالتعاون مع محمد فؤاد، بطولة مشتركة برضو بينهم هما الاتنين. فيلم رحلة حب احمد حلمي كان مقدمه بشكل كوميدي خالص، ومحمد فؤاد ساب احمد حلمي يروح لحتة الكوميديا دي في الفيلم ويقدم الفيلم ده وياخد راحته في تقديم الكوميديا في الفيلم ده. ودي عادة الافلام اللي بيكون بطلها مطرب، لازم يكون صاحب المطرب دوت بطل كوميدي وبيعمل مواقف كده تضحك الناس. طبعا شفنا ده بقى كتير في افلام زمان زي عبد السلام النابلسي وعبد الحليم، حاجات كده يعني، ودايما الاعمال دي بتكون ناجحة. عشان كده برضو فيلم رحلة حب نجح في السينمات جدا. وفي سنة 2001 بقى احمد حلمي بيقدم بطولة مشتركة
مع محمد سعد وفيلم 55 اسعاف. الفيلم اللي يعتبر فيلم ايكونيك. انا كنت بحب الفيلم ده جدا وانا صغير، كنت احب كده اقعد اتفرج عليه لما يجي الفيلم ده على التلفزيون، كان بيبقى يوم عيد بالنسبه لي يعني. الفيلم ده بقى بالذات حقق ايرادات عاليه جدا في شباك التذاكر. ونروح بقى لسنه 2003 واحمد حلمي بيقدم اول بطوله مطلقه ليه، وهو فيلم ميدو مشاكل. بغض النظر عن قصه الفيلم ده اللي ممكن تكون قصه مكرره شويه، ولكن بطريقه احمد حلمي خلى ان الفيلم ده حلو وفيه روح. الفيلم ده بقى نجح في شباك التذاكر جدا، ولكن لو هنحط تصنيف للفيلم ده فالفيلم ده كان من ضمن الافلام اللي في مرحله انتشار احمد حلمي، ما نقدرش نحسبها فيلم بيقدم قيمة فنية كويسة. ونروح بقى لسنة 2004 واحمد حلمي بيقدم فيلم صايع بحر. الفيلم اللي كانت ايراداته في السينما ما كانتش عالية خالص، ولكن كقيمة فنية الفيلم بيقدم قيمة فنية عالية، أعلى طبعا من ميدو مشاكل بكتير جدا. وعملنا حلقة بالمناسبة هنا على قناة أفلام مع يوسف مفصلة عن فيلم صايع بحر، وليه إحنا بنحب الفيلم ده، وليه أنت لازم تتفرج على الفيلم ده. أحمد حلمي في الفيلم ده بيقدم شخصية حنتيرة، الشاب اللي الدنيا ملطشة معاه. ومش عايز أحرق لكم بقى باقي الفيديو، يعني روحوا اتفرجوا على الفيديو كده واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، هحطه لكم في الآي اللي فوق دي أو دي يعني على حسب. ونروح لسنة 2005 وفيلم زكي شان، فيلم أفضل نسبيا من فيلم ميدو مشاكل، وبيقدم كمان أحمد حلمي أكتر للجمهور لأنه كان فيلم كوميدي خفيف. ما نقدرش نقول إن هو من أعمال أحمد حلمي المهمة اللي إحنا جايين لها بعد كده. ونروح لسنة 2006 وأحمد حلمي بيقدم 3 أفلام للسينما دفعة واحدة كده من غير مقدمات. السنة دي بتعتبر سنة النشاط لأحمد حلمي، والسنة اللي فعلا حطت أحمد حلمي ضمن نجوم الشباك في مصر. أول فيلم هو جعلتني مجرما مع غادة عادل، وفيلم مطب صناعي، وفيلم ظرف طارق مع نور اللبنانية. الأفلام دي كانت بتتكلم عن الشاب البسيط اللي بيحصل له بعض المواقف الكوميدية في حياته، ومش بس مواقف كوميدية في حياته، كان أحمد حلمي دايما يدخل حتة تراجيدية كده في وسط الكوميديا، أو الحبكة بتاعت الفيلم بتكون شوية تراجيدية وبعد كده نهاية الفيلم بتكون كوميدية تاني وبنرجع للكوميديا. 3 أفلام فعلا مهمين جدا لأحمد حلمي وخلوه من أهم الممثلين الكوميديانات في مصر. ونروح لسنة 2007 وهنا أحمد حلمي في تحدي جديد وصعب جدا، وهو إنه يقدر يستمر على نفس نجاح الأفلام اللي فاتت. في سنة 2007 أحمد حلمي بيقدم للسينما المصرية فيلم كده رضا، تجربة صعبة جدا. ليه؟ لأن أحمد حلمي بيقدم 3 شخصيات في الفيلم ده مختلفين. الفيلم اللي حقق نجاح كبير في السينمات، والفيلم ده كان من تأليف أحمد فهمي، وأنا بشوفه فيلم دمه خفيف. وفي سنة 2007 أحمد حلمي في تحدي أصعب من كده رضا بكتير، لأن أحمد حلمي في السنة دي بيقدم فيلم آسف على الإزعاج، الفيلم اللي بعيد تماما عن الكوميديا. ويمكن هي دي الحاجة اللي بتميز أحمد حلمي، إنه ما بيستمرش على نمط واحد كتير، بيحب يغير دايما. حتى في أفلامه الكوميدية زي ما قلنا من شوية هو بيحب يدخل بعض المشاهد التراجيدية فيها. مش هيرد لأنه مات. لا تسكت، لا تسكت، اسكتي. أبوك مات، تقدر تقولي هو فين؟ اسكتي. هو فين؟ اسكتي. لا مش هسكت. اسكتي. لا مش هسكت. اسكتي. مش هسكت. اسكتي. مش هسكت. اسكتي بقى. اسكتي. مش هسكت. فيلم آسف على الإزعاج هو فيلم مفهوش كوميديا خالص، ومع ذلك أحمد حلمي معروف إن هو نجم الكوميديا، ولكن الفيلم ده بيحقق نجاح جماهيري كبير في شباك التذاكر. ونروح لسنة 2009 وفيلم ألف مبروك، الفيلم اللي نقدر نقول عليه فيلم متكامل من حيث القصة والتمثيل والإخراج وكل حاجة. والفيلم ده بيحكي عن أسطورة إغريقية كده، يعني شوية حوارات كده لما تتفرجوا على الفيلم هتفهموا. والفيلم ده برضه بيحقق نجاح في شباك التذاكر. وهنا بقى نلاحظ حاجة مهمة جدا، نلاحظ إن جودة أعمال أحمد حلمي الفنية بتزيد بين كل فيلم والتاني، وده أعتقد ذكاء كبير جدا من أحمد حلمي. وده اللي شفناه في سنة 2010 لما أحمد حلمي قدم للسينما المصرية فيلم عسل اسود. في الفيلم ده أنت بتشوف أحمد حلمي كوميدي وبيضحكك، بس في نفس الوقت الفيلم فيه قصة حزينة. والفيلم ده طبعا نجح في شباك التذاكر جدا وقدر ان هو يكسر الدنيا كعادة افلام احمد حلمي لحد الفترة دي. في نفس السنة حلمي بيقدم فيلم رومانسي كوميدي
وهو فيلم بلبل حيران. وفي سنة 2011 أحمد حلمي بيقدم فيلم إكس لارج، الفيلم اللي بينجح في السينمات جدا وبيحقق إيرادات تقريبا كده 29 مليون جنيه، ودي كانت إيرادات عالية جدا في الوقت ده، يعني مش إيرادات قليلة. والفيلم ده بيعتبر برضو فيلم أيكونيك، أنت بتحب تتفرج على الفيلم ده لأن الفيلم ده مش بس بيحكي عن السمنة وكده، هو بيحكي عن موضوع الإرادة بشكل عام. وشاركت أحمد حلمي البطولة وقتها دنيا سمير غانم، عشان يغيب أحمد حلمي في سنة 2012 ويرجع تاني في سنة 2013 ويقدم فيلم على جثتي. الفيلم حقق نجاح معقول في شباك التذاكر. وفي سنة 2014 أحمد حلمي بيقدم فيلم صنع في مصر، الفيلم اللي أعتقد بنسبة كبيرة جدا هو مش بنفس قيمة أفلام أحمد حلمي، فيلم مش كويس كده، عارف، مفهوش أحمد حلمي. والفيلم ده نجح في السينمات نجاح كويس يعني. تمام، خلينا نروح نشوف أحمد حلمي يقدم إيه بعد فيلم صنع في مصر. وفي سنة 2016 أحمد حلمي بيقدم فيلم لف ودوران. هو الفيلم حقق نجاح وحقق إيرادات في السينمات لأن أحمد حلمي غاب سنتين وبعدين رجع تاني، ولكن أنا بشوف الفيلم ده هو فيلم من أسوأ أفلام أحمد حلمي. والفيلم ده فنيا كان فيلم ضعيف جدا، وحسه كده إن هو اتقلب وتصور في يوم واحد بس. وده بصراحة زعلني من أحمد حلمي في الوقت ده، لأن الجمهور مش متعود على أحمد حلمي إن هو يقدم أفلام بالشكل ده. سنة 2019 بقى أحمد حلمي بيقدم فيلم خيال مآتة، الفيلم اللي كان أحسن بكتير جدا طبعا من لف ودوران، وكان فيلم مقبول وحقق نجاح برضه في السينمات. ولكن برضه الفيلم ده مش في مستوى أعمال أحمد حلمي الفنية. وفي سنة 2022 أحمد حلمي بيقدم فيلم واحد تاني، والفيلم ده هو يعتبر فيلم جيد ويعتبر شوية فيه من أحمد حلمي، ولكن كقصة برضه مش قوي. احنا منتظرين الأفضل من أحمد حلمي زي زمان. ممكن يكون في فترة من الفترات أحمد حلمي يقدم أفلام مش جيدة، وهي الفترة من أول 2014 كده. طبعا في نص الأفلام اللي فاتت اللي احنا قلناها دي كان في أفلام أحمد حلمي بينتشر فيها، احنا مش بنتكلم على الأفلام دي، احنا بنتكلم على من أول كده صنع في مصر لحد 2022. يعني أنا في الأفلام دي بصراحة مش شايف أحمد حلمي، مش شايف المستوى اللي احنا متعودين عليه من احمد حلمي. مستوى مثلا زي اسف على الازعاج وزي اكس لارج وزي الافلام بتاعت احمد حلمي اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه دي. وفي افلام ما كانتش حلوه خالص زي لف ودوران. ولكن اللي انا متاكد منه ان احمد حلمي ممثل شاطر وذكي، واكيد هو فاهم دلوقتي ان هو لازم يقدم افلام جيده تكون مواكبه للزمن اللي احنا فيه، مواكبه تساير العصر اللي احنا فيه. واعتقد ان احنا شفنا بدايه التغيير دي في فيلم واحد تاني، وهو آخر أفلام أحمد حلمي. وهنا بقى يجي سؤال مهم جدا، هل أحمد حلمي يصنف ممثل كوميدي بس؟ من وجهة نظري بشوف إن أحمد حلمي ممكن يكون كوميديان وفي نفس الوقت بيقدم أدوار تانية تراجيدية أو رومانسية حتى. هل أنتم بقى شايفين أحمد حلمي كوميديان بس ولا لا؟ بكده اعزائي المشاهدين تكون خلصت حلقة النهاردة اللي كانت مخصصة للفنان المصري احمد حلمي. متنسوش بقى تعملوا لنا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وزي العادة لو ما عجبكمش اعملوا لايك برضه عشان فعلا بنتعب في الفيديوهات والله. سلام. نلاحظ ان جودة اعمال احمد حلمي الفني، احمد حلمي الحلمية